مساء الخير. هعمل معاكم النهاردة عيش البازلمة التركي او انا مسمياه عيش المشويات من كتر ما هو لذيذ جدا جدا مع اي نوع من انواع المشويات. طري وسفنجي وما بياخدش وقت في التحضير وسهل جدا جدا ولذيذ كمان. ممكن ناكله كده اصلا، يعني مش محتاج خالص اي حاجة كمان معاه. شايفين عامل ازاي؟ اسفنجي جدا جدا وبجد مشبع كمان. في عيش بناكله كده ما بنحس ان احنا مش بنشبع قوي، لا ده بجد مشبع قوي. ان شاء الله لو جربتوه يعجبكم. يلا بقى اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد، ولايك لو الفيديو عجبكم. اول حاجه كده معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره ملح، 3 معالق كبار زيت، ونص معلقه صغيره خل. وهعجن بكوبايه من الميه الدافيه اهو كده بالشكل ده. هنا الكبة عندي كان فيها مشكلة، رحت نقلتهم في طبق بره، وهبتدي ان انا اعجنها بره كده اهو شويه حلوين لحد ما تظبط معايا. عجينه بتكون طريه اهيت زي ما انتم شايفين كده اهوت، مش بتلزق في الايد خالص، وفي نفس الوقت مش ناشفه معانا، لا طريه كده زي ما انتم شايفين اهوت. عجنتها حوالي 7 دقايق وهسيبها بقى تخمر. هغطيها واسيبها تخمر كده في مكان دافي كده اهو. بعد ما خمرت هنبتدي بقى نقسمها كده لكرات. شايفين بتمط معايا ازاي؟ طبعا عشان معجونة كويس وكمان خمرت براحتها. هبدأ ان انا اقسمها كده على 6 كور متساوية. انا قطعتهم 5 بس هرجع ازود تاني، اخد قطعة من كل واحدة. يعني بنظبطها كده بالشكل. ولو في ميزان بتبقى القطعة حوالي من 80 ل 90 جرام. 6 كور، ما تزودوش عن كده عشان العيش دوت لازم تكون قطعة العجين تخينة. وهبتدي اكور كده واغطيها عشان ما تنشفش، واسيبها بقى ترتاح على جنب. عقبال ما اخلص الباقي هرجع ابدأ تاني من اول واحدة اهو كده بالشكل ده. هرش بقى رشة كده من الدقيق، وكنت كده حاطة طاسة على النار بتسخن عشان اخلص بس كده اول قطعة، وابتدي ان انا اروح اسوي بقى على النار. هفردها كده اهوت. انا بشاور لكم على هفردها بسمك ل 17 سنتي ونص كده اهوت، او 18 سنتي بالكتير قوي قوي. يعني بتبقى قد رغيف العيش الصغير، ومش بضغط عليها جامد. انا كمان بفردها بايدي، مش ضروري خالص فرادة، بفردها بايدي ومش بفردها جامد ولا بدوس عليها جامد عشان التخمير عندي ما يبص يعني للاخر. احنا بنفردها بكل بالراحه خالص وبكل سهوله اهوت. احط بقى مسحه زيت كده بسيطه جدا في الطاسه، مش ضروري كمان لو مش حابين يعني، بس الزيت التأكيد. واول ثانيتين 3 ببتدي ان انا اظبط الرغيف بتاعي كده بسرعه قبل ما يتشمع من تحت. وعلى نار متوسطه بقى هبتدي ان انا اسوي العيش عندي. مش بيتنفخ جامد زي العيش الشامي بتاعنا، لا بيعمل بس كده ايه فقاعات مش متساوية يعني. اول ما بحس ان هو بيتجمع من تحت برجع اقلبه على الناحية التانية، بقلبه كذا مرة عادي مفيش مشكلة يعني. شكله بيبقى بالمنظر ده. هحط كمان رغيف، وهكمل بقى بقية الكمية. كنت مجهزة بقى عندي معلقة كبيرة كده من الزبدة، وكمان شوية من البقدونس، ورشة كده من الشيلي فليكس. وهدهن كل رغيف انا بحطه في الطبق اهو بالشكل ده. طعم الزبدة مع البقدونس بجد بيديله طعم حلو قوي، علشان كده بقول لكم ممكن ناكله كده من غير اي حاجة كمان.
لذيذ جدا وسهل، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. بألف هنا وشفا.